انا ابراهيم توفيق عكاشه من مزرعه عكاشه، وجاي لكم النهارده مفاجاه من العيال التقيل. جايين النهارده نتعلم حاجه جديده في الخيل، بس مش هنتعلمها من كابتن رماح ولا عم خميس. النهارده ضيفنا في الحلقه عنده نظره ثاقبه، نظره بالظبط بيجيبها بالظبط. النهارده معانا حد بيقدر يوفق ما بين الطلايق وما بين الامهات عشان يطلع احسن انتاج. بيبص على جدود الجدود، بيبص على الامهات ويشوف هم اولاد مين واجدادهم مين، ويبص على علامات الجمال بتاعتهم، ويبص على صفاتهم كمان. وبرضه بيبص على الطلايق، بيبص على الاجداد، وبيبص على تاريخ الاجداد، بيبص على علامات الجمال، وبيبص كمان على الصفات. صفات برضو مهمة زيها زي علامات الجمال. وهنا بيقدر يوفق وبيقدر يقول لنا ايه النتيجة. عنده نظرة ثاقبة، ودايما اصاب واصاب كتير. ومش هقول لكم اصاب امتى، انتوا عارفين اصاب في حاجات كتير وطلع انتاج كتير قوي، وانتوا طبعا عارفين، مش محتاج اقول. فالنهارده معانا مين يا ترى؟ معانا ذات الرؤية الثاقبة اللي دايما بيجيبها في الجون، دكتور توفيق عكاشة. يلا بينا. اهلا بكم، وجبت لكم دكتور توفيق عكاشة نتعلم منه ايه هي علامات الجمال في الخيل العربي. يا دكتور ازي حضرتك؟ ازيك يا ابراهيم؟ عامل ايه؟ تمام الحمد اخبارك لله. ايه؟ الذي ليس له تاريخ مم. ليس له حاضر وليس له مستقبل في صحيح. كل شيء. اذا ما كنتش انت عارف تاريخ الحصان بتاعك او تاريخ الفرسة بتاعتك، وان لها اباء واجداد فيهم صفات الجمال، وايه الحصان ده ناقصه ايه فبتديه للفرسة تكمله، او الفرسه ناقصها ايه فبتدي لها الحصان علشان يكمله. صحيح. فانا النهارده لما انت قلت لي انا اخترت الحصان البلبيسي، لان الحصان البلبيسي ده له تاريخ. من اهم اجداده الحصان جمعه بتاع الهيئه الزراعيه، بسم الله ما شاء الله. وجمعه ده من مراد، مم. ومراد من واصل. مم. فدي من اعظم خيول الهيئه الزراعيه، بسم الله ما شاء بجانب الله. ان ابوه سميد، وسميد ده فيه انسة حجازي، مم. وفي خيول ولدت في المانيا شديده الجمال. ف اصبح حصان بيمتلك مواصفات الجمال كامله. فلو احنا جينا كده مم. عشان نتكلم مع امسكه لحضرتك. المشاهد مم. عن مواصفة الجمال، بنبدأ الأول من الودان. لازم الودن بتبقى صغيرة مم. بالطريقة دي. لازم بيبقى هو واقف ويوري للناس ودان اهو. لازم الجبهة دي بتبقى عريضة. مم. لازم بيبقى فيه هنا الخرطوم الصغير اللي هو البوز بتاعه. مم. لازم بيبقى فيه هنا الخد اللي هو ده مدور، مم. وده جايب من جده جمعة، لأن جمعة ده كان من أعظم الطلايق في الهيئة الزراعية، وكان له الخد ده. كل ما رسمة الخد دي ظهرت وخدت هذا الدوران، كل ما النحتة دي زادت، كل ما الخرطوم ده بقى رفيع. نبتدي نيجي من عند منطقة الرقبة. لازم الرقبة تبقى طالعة من تحت بالشكل ده. لازم لو انت رجعت خطوة لورا بيه هيبتدي يدينا، عشان نوري الرقبة بس. تمام، يبتدي يدينا العلامة بتاعت علامة الاستفهام دي. تمام، المدبح عنده مرفوع لفوق من الساقط لتحت. بنيجي بعد كده نشوف المواصفة التانية في الجمال، وهي المنطقة من أول هنا لغاية نهاية الحالك هنا، اللي هي المنطقة دي كده بالظبط علشان الكاميرا توريها لنا. تمام. لازم المنطقة دي تبقى قد المنطقة دي، والمنطقة دي تبقى قد المنطقة دي. يعني الثلاثة قد بعض. التلاتة لازم يكونوا قد بعض. بجانب خط الظهر لازم يكون بالطريقة دي. المنطقة المؤخرة لازم تكون مدورة. لازم قوايم الحصان من ورا رجله دي ماشية مع دي، مع المنطقة دي. لما نلمح الرجل
بس الديل مداريها. لما نلمح الرجل نلاقي الرجل من هنا ماشيه مع الجزء ده. تمام. لما نيجي على الاقدام الاماميه لازم بتكون رفيعه، نازله في خط مستقيم، ما فيش يعني تبقى نازله كده، ما فيش فيها كده ولا كده. من هنا الحصان البلبيسي ده هو اقوى طلوقه من اقوى الطلايق اللي موجوده في مصر، مهم. لان هو فيه كل المواصفات. علشان كمان نوضح الامر، مهم. بس هو شقي شويه زي ما انت اه. عارف، وعشان نوضح الامر ان هو بيطبع. اه. يعني بيتقال عليه في برنامج التربيه مم. ان ده حصان طباع، يعني بيطبع ولاده. مم. يعني لو انت عندنا ولاده اللي انت عارفها كلها، هو جايب بالظبط. شكله. زي خوفو. هو بعض الناس مم. بتشوف زي خوفو وزي المهر الصغير نسيت اسمه، مم. الخديوي. اه، الخديوي فعلا. تمام. و هو كمقاس حصان عربي مظبوط. مهم. لكن احنا عندنا بنفضل دايما في الاسطبل عندنا، لان طول عمرنا مشهورين بالموضوع ده، ان الجسم بيبقى مرتفع. مم. ف ما لا نطلقه الا على الخيل المرتفعه العاليه اللي عندنا. مم. فبيجيب خيل طباعه، وبيجيب مم. اجسام جامده جدا يعني. مم. يعني بسم هو الله ما شاء الله. عنده خوفه جسمه جامد، مهم. وجايب طبعا اعلى منه. مهم. فالحقيقه الطلايق بيبقى لها مواصفات، لازم المواصفات دي تبقى انت متابعها من الاجداد، وتشوف الاجداد بتوعها كان صفاتهم الوراثيه المركزه اللي هي بتركز في الخلفه علشان تحسن الانتاج. من خلال الكلام اللي انا قلته لك ده كله مم. بيطلع الانتاج في برنامج التربيه مظبوط. مم. بتطلع خيل الخلفه بتبقى اجمل من الابهات والامهات. بسم الله ما شاء انما الله. بقى الناس هتيجي تقول لك طيب الدماغ لازم تبقى منحوته قوي. لا، ده مش مقياس من مقاييس الجمال اللي حطاها المنظمه العالميه، مهم. لكن بتبقى بتكمل عمليه تكميل لشكل جمال الحصان، اللي هي الراس الفرعونيه، رأس مم. الحصان الفرعونيه. فرعونية. اللي الناس مش فاهماه ان النحته الجامده والبوز الرفيع والجبهه العريضه دي رأس الحصان المصري الفرعوني، مم. وهي دي اللي هم بيحاولوا يرجعوها تاني من خلال برامج الإنتاج. مهم. فهي بتدي كمال للحصان، مهم. يعني بتكمل. لكن ما ينفعش ان انا ادخل بحصان مسابقه دماغه حلوه قوي، منحوته عريضه، العين الواسعه، القبه اللي هي بتاعت العين دي، مم. وان العين الواسعه دي اللي عامله زي عيون البقر، وكل حاجه جميله في راسه، بينما ما تبقى من جسمه غير مناسب. مم. يعني في خيل بتبقى المنطقه دي طويله، مم. فبيبقى خط الظهر طويل، مم. فده بيرجع درجات، يعني بينزل من درجات الجمال. مم. او المنطقه دي الحالك عالي، او الرجل مش نازله مستقيمه، او الرقبه مش طالعه من مم. المنطقه دي مظبوط، او الورانيه دي بيقولوا عليها نازله مسحوبه او ساقطه. مم. ما ينفعش ان انا اسيب كل هذه العيوب واقول انا هدخل بالحصان ده مسابقه جمال عشان راسه كويسه. مهم. لازم تبقى متكامله من كل شيء. مم. بس مم. فالحصان ده طبعا اتحسد، ولما طلع في اول مره يتصور اتحسد، خد عين جامده جدا، مم. ادت الى اصابته في قدمه اليمنى، مهم. اصابه مش هتتعالج. مم. علشان مزمنة. كده هو واقف طلوقه فقط يعني. مم. فانا برشحه لاي حد عايز يطبع الشكل انه يطلق هذا الحصان. لكن هو ما بيجيبش اسود على طول. مهم. يعني اذا ما كانش احنا مدينه لفرسه لونها احمر او لفرسه زرقاء مش هيجيب اسود، او لسودا يعني دهمه يعني. مم. يعني ما كناش هندي ادهم لادهم او
ادهم الى احمر او الى ازرق، يبقى مش مضمون، او استنائي اللي هو العسلي الغامق، فمش هنضمن انه يجيب نفس اللون. لكن هيجيب نفس الشكل اللي هو الخط بتاع مراد وواصل وجمعه. يبقى احنا يا جماعه النهارده خدنا من دكتور توفيق لان جده الثاني بلال الاول، وبلال الاول ده كان حصان الهيئه الزراعيه وخدته مدام وجدان بربري الله يرحمها. فتاريخ يعني الحصان ده فيه شهاده ممكن تكون نادره الوجود في الخيول العربيه. صحيح. يبقى احنا كده يا جماعه خدنا النهارده تصريح من دكتور توفيق ان لو اي حد عاوز يجوز اناث عنده، فاحنا خدنا منه تصريح في الحلقه حصري بان هو هينطط البلبيسي، هيزوجه لاي حصانه اناث في اي مزرعه، فرسة. اي فرسه مش حصانه. ايوه اي فرسه في مزرعه اخرى. تمام. ودي كانت نهايه حلقتنا. اتعلمنا من دكتور توفيق علامات جمال بتاعه الخيل، واخدنا منه تصريح حصري التربية. لبرنامج التربيه، وخدنا منه اذن حصري بان احنا نزوج بلبيسي لاي حد راغب في هذا الزواج. وشكرا والى اللقاء في حلقه اخرى.